بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا غبت عليكم كتير قوي لظروف خاصة لا داعي لذكرها، ورجعنا النهاردة لأن ما كانش ينفع نرجع في يوم تاني، وما كانش ينفع ما نعملش فيديو النهاردة كانت مباراة رد اعتبار الأهلي والهلال اللي عملوه فينا السودانيين. مش أول مرة ومش هتبقى آخر مرة، هما دايما في حاجة بينهم وبيننا مش عارف ليه. بيدعوا ان احنا اشقاء وبنروح هناك بنلاقيهم اعداء. 2019 مع ريني فايلر الراجل طلع قال انا كنت شفت كمية اسلحة ما شفتهاش حتى في فيلم اجنبي. فهم من بعد ما تعادلوا مع صن داونز 1-1 والتأهل كان في ايديهم وضيعوا ضربة جزاء لانه من اعمالكم سلوط عليكم، طلع علينا مجاري طفحت في وشنا، مجاري سودانية. انا مش عايز اغلط فيهم، بس في ناس طلعت ومسكت الاهلي شتيمة وقلة ادب وبيطلقوا على الهلال السوداني زعيم افريقيا. زعيم افريقيا في ايه؟ انتوا زعماء افريقيا في بيع السوداني، بيع الفلايات، بيع المشاط، المحافظ، تسرحوا باي حاجة، لكن زعماء افريقيا في ايه؟ انت جايين تبيعوا الميه في حاره السقايين. وقلة أدب اشتغلت على السوشيال ميديا لا حصر له. كان النهاردة لازم يتعمل فيهم اللي اتعمل النهاردة. أولا هم لما سمعوا إن الاستاد هيبقى فيه 50-60 ألف ركابهم خبطت. مش عايز أقول لكم عملوا إيه تاني. لكن جم النهاردة طبعا بعد ما أضاعوا فرصة التأهل من إيديهم، لما أطهر الطاهر ضربة الجزاء في الدقيقة 94 ضيعها دي، خلاص حطيت ايدك في بق الاسد، مسكت السلك عريان. بتمسك السلك عريان ليه؟ ما التأهل كان في ايدك، انت اللي عملت كده. والهلالابي والمرخابي، هلالابي ايه وزفت ايه ونيلة ايه؟ ايه هلالابي ده؟ يعني ايه هلالابي؟ يعني مشجع الهلال تقول على نفسك هلالابي؟ انت هلهلي مش هلالابي. هلالابي ايه ومهلبيه ايه وبتنجان ايه؟ كرة اللي انتوا بتلعبوها كل ما يشوط الكوره تاجي في العارضه، كل ما يشوط الكوره تاجي في العارضه، ديك الكوره لديك العارضه. ده اللي انتوا عارفين عن الكوره. خلينا بقى في ماتش النهارده. تحفظي الوحيد في ماتش النهارده على مستر كولر بيتاخر بس في التغييرات شويه، لكن عمل تغييره عجبتنا قوي. حمدي فتحي مكان قفشه، وتوظيف حمدي فتحي ان هو حطه ورا علي معلول، عشان طول الماتش علي معلول اول ما يتقدم الهلال يقطع الكوره وانت مغمض بيلعبوها للواد الفيرو بتاعهم ابو شعر اصفر ده ورا علي معلول، بتبقى مساحه فاضيه. نزل حمدي فتحي وقف في المكان ده قفلها. طبعا اسوأ ما في المباراه محمد مجدي قفشه واحمد عبد القادر. معرفش احمد عبد القادر كده بحس ان هو عايز ايه؟ يلعب كوره وهو نايم، عايز يبص للكوره الله روحي تعالي، تحس انه بيعمل عمل للكوره. بيفتي كتير قوي، هو لعيب كبير قوي لكن بيفتي كتير قوي. شفنا حسين الشحات بيلخص، خير الكلام ما قل ودل. النهارده احسن ناس في المباراه، نجم المباراه الاول من وجهه نظري مروان عطيه، بتمركزاته في نص الملعب 10/10، قطع ميه ونور زي ما بيقولوا، زائد دقه التمرير بتاعته. الهدف الثاني للاهلي بيرسي تاو قطم لجوه. بيرسي تاو اصلا استلم من مين؟ من مروان عطيه. وبيرسي تاو ما شاء الله نمسك الخشب، مستواه في تزايد مستمر. قطع في القلب. طبعا حسين الشحات جه منين؟ من الطرف الشمال، نازل يلعب طرف الشمال مكان عبد القادر، قطع في قلب الملعب من ورا المدافعين واستلم وحط على طول لخص. نبتدي الاول. احنا ابتدينا هدف بيرسي تاو عشان بتكلم على هدف حسين الشحات الثاني، عشان كنت بتكلم على مروان عطيه. لكن ابدا بالهدف الاول لكهربا اللي هو احمد عبد القادر لعب له الكوره. انا مش هعتبر الهدف ده باسيست من عبد القادر، انا هعتبره اسيست من كهربا من نفسه لنفسه، لان الكوره ملعوبه بلغه الكوره معقربه. كهربا طلع فوق وقف الكوره على وش رجله وحطها ببطن رجله في زاويه استحاله، حطها في المستحيله. جون عالمي الكهربا. وكهربا من احسن الفراوده الموجودين في مصر دلوقتي، ان لم يكن احسنهم يعني. وطبعا لازم كل ماتش هو اللي يبتدي. محمد شريف بديل ماشي معلش، لكن ما يبتديش، محدش يبتدي على كهربا.
الهدف الثاني حسين الشحات احنا قلناه تحرك عرضي من حسين الشحات، جه من الناحيه الشمال دخل قلب الملعب، بيرسي تاو استلم من مروان عطيه في الطرف اليمين ودخل بالكره قلب الملعب، حسين قطع وشاور لبيرسي تاو، بيرسي تاو عشان شايف ومركز وعارف هو هيعمل ايه، حط له ثرو باص حاجه كده زي صينيه الكنافه بالقشطه، مش عايز حاجه غير انه يحطه جوه. الهدف الثالث باص عالمي من مروان عطيه شايف ومركز، وحسين الشحات مشاور له ومتمركز صح عشان الاوفسايد وعارف هو هيعمل ايه قبل ما الكوره ما تجيله. استلم ريح المدافع الاولاني، الثاني جاي وداه معاه وببطن رجله الجول الثالث. نجم المباراه الاول النهارده مروان عطيه، محمود كهربا، حسين الشحات، بيرسي تاو. سيء جدا جدا قفشه، وسيء جدا احمد عبد القادر. طبعا صعدنا بايدينا، صعودنا ما كانش في ايدينا لكن ربنا جابها لنا، صعدنا 3-0 اداء ونتيجه، لكن الاهلي عنده افضل من كده. اعتقد حسين الشحات لما يبدا طرف شمال قدام علي معلول وبيرسي تاو طرف يمين وقدامهم كهربا، تحتيهم حط احمد القندوسي ويلعب بمروان عطيه وحمدي فتحي، هتشوف شكل مختلف. ادي الثقه للقندوسي، هيديك كره عاليه كواليتي عالي ولعيب بيكمل كويس قوي تحت المهاجمين. اتمنى ان شاء الله القرعه يوم الاربعاء. احنا طبعا قدامنا الرجاء، الوداد، الترجي، احنا نكسب اي حد من الثلاثه، واشوف ان شاء الله استاد القاهره في كل الماتشات بالطريقه دي. جمهور النهارده مفعول السحر. كولر بس تحفظي، اتاخر في التغييرات، بيتاخر ودي مستمره معاه، ممكن نغير بدري شويه، بتبقى التغييره معروفه ومحفوظه فبتعملها متاخر. الف مبروك النادي الاهلي وجماهيره النهارده اللي كانت ماليه استاد القاهره، وهي العامل الاساسي في الفوز النهارده. اشكركم، السلام عليكم.